السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قصة جديدة. كان هناك رجل بسيط يرعى غنما لأحد الأغنياء، ويأخذ أجرته يوميا بمقدار 5 دراهم. وفي أحد الأيام جاء الغني إلى الراعي ليخبره أنه قد قرر بيع الغنم لأنه يود السفر، وبالتالي فقد استغنى عن خدماته وأراد مكافأته بإعطائه مبلغا كبيرا من المال. غير أن الراعي رفض ذلك، وفضل أجره الزهيد الذي تعود أن يأخذه مقابل خدمته كل يوم، والذي يرى بأنه يمثل مقدار جهده. وأمام اندهاش الغني واستغرابه أخذ الراعي 5 دراهم وعاد إلى بيته. ظل بعدها يبحث عن عمل، ولكنه لم يوفق، وقد احتفظ ب5 دراهم ولم يصرفها، أملا في أن تكون عونا له يوما من الأيام. وكان في تلك القرية رجل تاجر يعطيه الناس أموالا فيسافر بها ليجلب لهم البضائع. وعندما حان موعد سفره أقبل عليه الناس كالمعتاد يعطونه الأموال ويوصونه على البضائع. فكر الراعي في أن يعطيه 5 دراهم عسى أن يشتري له بها شيئا ينفعه. فحضر في من حضروا، وعندما انصرف الناس عن التاجر أقبل عليه الراعي وأعطاه 5 دراهم. سخر التاجر منه وقال له ضاحكا: ماذا سأحضر لك ب5 دراهم؟ فأجابه الراعي: خذها معك، وأي شيء تجده ب5 دراهم أحضره لي. استغرب التاجر وقال له: أنني ذاهب إلى تجار كبار لا يبيعون شيئا ب5 دراهم، هم يبيعون أشياء ثمينة. غير أن الراعي أصر على ذلك، وأمام إصراره وافق التاجر. ذهب التاجر في تجارته وبدأ يشتري للناس ما طلبوه، كل حسب حاجته. وعندما انتهى بدأ يراجع حساباته، ولم تبقى لديه سوى 5 دراهم التي تعود للراعي، ولم يجد شيئا دقيما يمكن أن يشتريه ب5 دراهم سوى قط ثمين كان صاحبه يبيعه ليتخلص منه. فاشتراه التاجر وقفل راجعا إلى بلاده. وفي طريق عودته مر على قرية فأراد أن يستريح فيها، وعندما دخلها لاحظ سكان القرية القط الذي كان بحوزته، فطلبوا منه أن يبيعهم إياه. واستغرب التاجر إصرار أهل القرية على ضرورة أن يبيعهم القط، فسألهم فأخبروه بأنهم يعانون من كثرة الفئران التي تأكل محاصيلهم الزراعية ولا تبقي عليهم شيئا، وأنهم منذ مدة يبحثون عن قط لعله يساعدهم في القضاء عليها، وأبدلوا له استعدادهم بشراء القط بوزنه ذهبا. وبعد أن تأكد التاجر من صدق كلامهم وافق أن يبيعهم القط بوزنه ذهبا. وهكذا عاد التاجر إلى بلاده، واستقبله الناس وأعطى كل واحد منهم أمانته حتى جاء دور الراعي. أخذه التاجر جانبا واستحلفه بالله أن يخبره على سر 5 دراهم ومن أين تحصل عليها،
استغرب الراعي من كلام التاجر، ولكنه حكى له القصة كاملة. أقبل التاجر يقبل الراعي وهو يبكي ويقول بأن الله قد عوضه خيرا، لأنه رضي برزقه الحلال ولم يرضى بالزيادة على ذلك، وأخبره بالقصة كاملة وأعطاه التاجر الذهب. هذا معنى الرزق الحلال، أن تترك بعد الحلال تعففا عن الحرام.